المباراة الثانية من هذا اليوم الأحد 9 فبراير 2025. نهضة بركان يستقبل الفتح الرياضي في مباراة برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. إخواني خليكم مع البودكاست وما تنسوا ديروا لنا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وفرجة ممتعة. مدينة القنيطرة لمتابعة واحدة من أهم قمم الجولة 20 من الدوري الاحترافي لكرة القدم بين الفتح الرباطي والنهضة البركاني. موعد كبير يقود المتصدر النهضة البركانية لمواجهة واحد من أهم فرق الدوري هذه السنة الفتح الرباطي. تنطلق المواجهة يا سادة هنا في مدينة القنيطرة، والكرة لفريق الفتح الرباطي والتدخل من الصغير الذي يكبر سنة بعد أخرى. لمين الطرف الأيمن مليوي، لكن التغطية في الجبهة الدفاعية من إيسوفو دايو البوركينابي العميد الذي ممكن اعتباره اليوم واحد من الفتح الرباطي بامكانه العوده في اي وقت من الاوقات للمنافسه على المنافسات المحليه والقاريه، بالنظر لما يتوفر عليه من فرديات ومن فكر جماعي ومن انضباط كبير يخلي على دوام الفتح لفريق الفتح الرباطي نحو حمزه النوري والتغطيه من دفاع النهضه البركانيه. التدخل من امين المصواب، كره من لامين دياكيتي اقرب للحارس منير المحمدي، المراوغة من ياسين، التمرير ياسين، إمكانية للتسديد والهدف، والراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد. إمكانية تتفاول في هذه المباراة لفريق النهضة البركاني. عمل كبير من ياسين المحيري، تخطى كل الحواجز وكان بإمكانه وأنه يهدي الهدف الأول في هذه المباراة لفريق. يقول الفار والهدف للنهضة البركانية، ولو أن احتفالية مؤجلة لكن حكم المباراة يمنح الهدف الأول لفريق النهضة البركانية. هدف نعلق عليه بالإعادة، هدف أجل فيه التفاعل إلى حين تدخل الفار وحكام الفار لفريق الفتح الرباطي. نقل الخطورة، الضغط من لامين دياكيتي والإبعاد من عادل تحيف. مرابط ابن مدينة أسفي المتألق، والتدخل للمرة الثانية من لامين دياكيتي. لامين ينال البطاقة الصفراء. ثاني تدخل، كرة في بورصة هذه المباراة في انتظار أهداف أخرى، والتدخل من مصواب ياسين المحيري. ما زال الكرة، ينقل الكرة في منطقة الجزاء، المتابعة من بن خلق والتدخل من ماري في دور دفاعي. تتحول أنس تحت الضغط في هذه المباراة، والحكم يتدخل ويشير البطاقة الصفراء لأسامة المليوي. الحكم هذه المرة أكثر. كرة للفتح الرباطي في منطقة الجزاء، والتغطية من الزغودي في دور دفاعي. توغل في منطقة الجزاء، البحث عن نقل الكرة من الطرف الأيمن والتغطية من دفاع الفتح الرباطي عكس الهجمة بسرعة. الالتزام اللي نشوفوه اليوم فريق النهضة البركاني التزام كبير. بصمة المدرب معين الشعباني واضحة على أسلوب لعب فريق النهضة البركانية. الفريق اللي يعيش انضباط من الطرف الايسر للفتح الرباطي. مر يلعب كرة في منطقة الجزاء، كرة بالراس لكن بعيدا من مولوع. تتحول ضربة مرمى للحارس لامين دياكيتي. إعادة توزيع الأدوار في منطقة الجزاء من الطرف الايسر، لكن كرة مرت ضربة مرمى لمنير المحمدي. الوسط انس سرغات، التسديد من انس لكن بعيدا عن مرمى النهضة البركانية. كان ياسين المحيري يتحصل على ضربة خطأ، الحكم يقول وصل اللعب، يقول ما فيش خطأ هذه المرة، يتوقف عند ضربة خطأ لفريق الفتح الرباطي. كرة ضربة خطأ لفريق الفتح الرباطي. مولوع يتولى تنفيذ، كرة تسدد لكن يتحول مسارها، تتحول ضربة زاوية لفريق الفتح الرباطي. مولوع ومن لمعانقة هدف في هذه المباراة. نعود نقل الكرة من زغودي من الطرف الأيمن. زغودي قتل على كورته، لكن الحكم يعود للإعلان عن ضربة خطأ مع توجيه بطاقة ليوسف زغودي أخرى غير البطاقة الصفراء. سننتظر قرار حكم المباراة جلال الجيد لثاني مرة في مباراة اليوم. يلجأ للفار، الوهلة الأولى يقول بعد نزول الفار يتجه يلغي البطاقة الصفراء،
ويخرج البطاقة الحمراء ليوسف الزغودي، وبالتالي النهضة البركاني مضطرا يكمل المباراة منذ دقيقة 32 منقوص فتح رباطي في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع النهضة البركانية. يلعب اليوم أمام فريق الفتح رباطي، كرة للأمام والتدخل من رشيد الغانمي. تعود الكرة من جديد، ناس سرغات، كرة للأمام لمحسني والتدخل من منير. يمر من الطرف الايسر يوسف الماري ومعاه بن خلاق والحكم يعلن عن الخطأ لفريق الفر. يمر في منطقة الجزاء، كان بالامكان وان يكون الهدف، كان بالامكان وان يكون تعادل لفريق الفتح رباطي. شويه تركيز كان يكون الوضع افضل. شكحان في منطقه الجزاء، دائما الخطوره للفتح رباطي، لمرة في الايسر للفتح رباطي مره اخرى، وخروج الحارس الكابيتان منير المحمدي. 6 دقائق كوقت شكحان للفتح رباطي، شكحان للامام، التسديد لكن بعيدا عن مرمى الحارس منير المحمدي. امام دياكيتي، امكانيه للفتح رباطي تسدد، والتدخل من منير المحمدي. البحيري في منطقة الجزاء والتدخل على مارتين كان بالامكان وان يكون الثاني للنهضة البركانية. قليل من التركيز امام المرمى، كان بامكان النهضة وان تسجل الهدف. لو جاء سيكون هدف صعب جدا التقبل. لو كان هدف التعادل للفتح رباطي سيمنح هذه المباراة. كرة لفريق الفتح رباطي وتهتم من دفاع النهضة البركانية، والخطأ يعلن عنه حكم المباراة جلال جيد لمصلحة النهضة. نقل الخطورة في منطقة الجزاء، المتابعة من منير المحمدي. هدوء الكليمة لمنعوت يمر والتسديد بعيدا عن المرمى. اختيار اي خيار للنهضة البركانية عمرو منعوت بلمسة من ضربة زاوية تلعب لفريق الفتح رباطي. ما زال الكرة في منطقة الجزاء، إمكانية التسديد لكن بعيدا عن مرمى الحارس منير المحمدي. فتح لممثل عاصمة الأنوار يبحث على من ينير دروب تهديف هذه المباراة. خلق زيادة العددية، كرة في منطقة الجزاء والتدخل. ما زال الخطورة يا سادة، لكن الكرة ترتد. ضربة زاوية للفتح رباطي، تشتعل المباراة من جديد. كرة للفتح رباطي في منطقة الجزاء والتدخل من منير للمرة الأولى. باسين من لمين دياكيتي يلعبها من جريمة لفريق الفتح، تصدي من منير المحمدي. منير يتسغط ان الكرة تسدد، لا يلعبها من الطرف الايمن للفتح الرباطي والتعادل. التعادل للفتح ياتي في الدقيقة 81، تصبح النتيجة السادة 1-1 في مباراة النهضة البركانية. هنا الحكم يلغي الهدف بداعي انه المهاجم كان متقدما على اخر مدافعي فريق النهضة البركانية بعد اللجوء الى خط التسلل.